بنت بتروح في غيبوبة وتصحى تلاقي نفسها في وسط مكان الهواء فيه ملوث بفيروس قاتل واللي بيتنفسه بيتحول لكائن أشبه بالزومبي، فهل هتقدر بمساعدة جروب من الشرطة يخرجوا من المكان ده عايشين؟ تعالوا نشوف. في البداية أحب أفكرك إن اللايك اللي بتعمله لنا يعتبر أكبر دعم ممكن تقدمه لينا، ويا ريت لو عجبك المحتوى ما تبخلش علينا باللايك ده. بيبدأ الفيلم في معمل كده وبيكون في شخص واقف قدام آلة وبيمسك أنبوب معين شكله حلزوني كده وبيكون ماسكه بجهاز وبيكون منه نوعين أزرق وأخضر، وفجأة بنشوف أنبوب من الأزرق بيترمي على الأرض وبيتكسر وبيبقى زي ما يكون اللي فيه اتسرب مع الهواء لبره المكان من فتحات التكييف. وبنشوف كلب كده قاعد في حاله ولما بيجي عليه هوا التكييف بيهبق بدون سبب واضح هو وباقي الكلاب اللي محبوسين في قفص جنبه. وفجأة بنشوف الذكاء الاصطناعي للمكان بيكتشف ان في خطر بيولوجي في المكان وان المكان كله هيتقفل، وبيكون الناس اللي في المكان مش مستوعبين المصيبة اللي هم فيها لحد ما بتتفتح عليهم طفايات الحريق اوتوماتيكيا. وبنشوف في الاسانسير مجموعة كده محبوسين بسبب ان الاسانسير عطل وبتكون الابواب اتقفلت عليهم ومحدش عارف يفتحها. وفجأة بنشوف اسانسير تاني بيقع وبتتوقع البنت دي ان الاسانسير اللي هم فيه كمان هيحصل له كده. وفجأة بنشوف غاز معين اسمه الهالونا وده بيكون زي مخدر او مسمم بينتشر في المكان كله وبيقع كل اللي موجودين في المكان مكانهم. وبتكون الاخت اللي في الاسانسير دي بتحاول تعمل اي حاجة ممكن تساعدهم في الخروج، فبتقرر انها تحاول تطلع من الفتحة الصغيرة اللي قدروا يفتحوها باب الاسانسير يدويا دي بما انها رفيعة وكده، ولكن لما بتطلع راسها بتتحشر ما بتعرفش تدخلها تاني والاسانسير بيتحرك واكيد واضح ايه اللي حصل. بيروح المشهد على البنت القمر دي واللي بتفوق من نوم عميق ومش فاهمة ولا عارفة أي حاجة، وبتبدأ تفتكر واحدة واحدة آخر أحداث حصلت لها قبل ما يغمى عليها. وبتوصل لمكان كده وبتلاقي فستان أحمر محطوط لها على السرير فبتقرر تلبسه بما إنه مفيش غيره. ولما بتخرج من المكان بنشوف إن الكاميرات مراقبة كل شبر في المكان وبتشوف صورة لها وهي عروسة وبتفتح أنوار المكان كله وبتكون في طرقة كده وفجأة بيجي عليها هوا جامد وفجأة بتتشد من حد كده وبنلاقي إن في ناس مقنعة بسرعة اقتحمت المكان وبيكون معاهم أسلحة وبيمسكوا الشخص اللي شدها ده وبيكلبشوه. بيسألها واحد منهم عن التقرير بتاعها ويقول لها إنها جندية ولكنها مش فاهمة ومش فاكرة أي حاجة، وبيشيل القناع من على وشه وبيقول لزمايله إنهم هياخدوهم معاهم. وبيروحوا لمكان تاني كده ومعاهم البنت دي واللي بنعرف إن اسمها أليس، والشاب اللي كان معاها بنعرف إن اسمه مات. وبيكون الناس اللي شكلهم شرطة دول ماشيين بالسلاح وحذرين وكأنهم بيواجهوا شيء شرس أو شرير. وبيوصلوا القطر كده وبتنزل الجندية راين علشان توصله بالكهرباء وتحس بحاجة غريبة ولكنها مش بتلاقي حاجة، وفعلا بيشغلوا القطر وبيقفلوا الباب وبيتحركوا بيه. وبتكون راين بتحاول تفتح باب كده ولما بيتفتح بيطلع منه شخص مغمى عليه وبيقولوا إن مغمى عليه برضه وفاقد الذاكرة هو كمان. وبيوصلوا لمكان معين وبتكون الكاميرات مراقبة كل حاجة زي ما اتفقنا، وبتسأل أليس الضابط عن ايه اللي بيحصل بالظبط وانها عايزة تفهم فيه ايه، وبيفهمها ان كلهم موظفين في شركة اسمها امبريلا وان صورة الجواز اللي شفتيها دي مزيفة لمجرد حاجات روتينية بتعملها الشركة، وان الخلية ده مركز الشركة وانها موجودة في مكان عميق قوي تحت الارض، وان الخلية دي فيها اكتر من 500 عامل ومهندس. وبيسألوا مات طب ليه احنا مش فاكرين حاجة، فبيقولوا ان الخلية شغالة دفاعاتها اللي بتشتغل اوتوماتيكيا وقت الخطر عشان تحمي الكيان، وان اللي حصل ده اكتر من مجرد هجوم اتعرض له المكان. وبيتحركوا لمكان كده وبيبقوا حذرين قوي، ولما بيعرفوا ان الاسانسير عطلان بينزلوا من على السلم وبيقول لهم المهندس التقني اللي اسمه تشاد اننا لازم نوصل للملكة الحمراء ودي تقنية ذكاء اصطناعي بتتصرف في المكان حسب رؤيتها. لما حست بالخطر قفلت المكان وقتلت كل اللي فيه، ويكونوا واقفين قدام باب كده ولما بيفتح بيعدوا منه بيوصلوا لباب تاني وبيكون متأمن جامد قوي. بيعرف المهندس تشاد ان ده دفاع من الملكة عن نفسها عشان ما حدش يقدر يوصل لها، وبيقول القائد بتاعهم لأليس انها تستنى هنا، وبيدخل هو وفريقه ما عدا المهندس تشاد اللي قاعد بيتابع كل اللي بيحصل من على اللاب ده وبيكون بيحاول يفك الالغاز اللي شايفها دي. واول ما بيدخل القائد وفريقه بيتقفل الباب عليهم وبيكون الهندسة بيحاول يفتح الباب لهم لكن الموضوع محتاج منه شوية وقت. وجوه بيشوف القائد وفريقه خط بالعرض كده جاي عليهم وبنعرف انه ليزر قاتل وبيعدي من على رقبة الاخت دي اللي مش بتلحق توطي منه، وبنشوف رقبتها مقطوعة نصين وبيرجع عليهم الخط ده تاني بس بطرق مختلفة ويقطع الاخ ده برضه بالنص. وفي الاخر بيكون القائد مستعد علشان يتخطاه لكنه لما بيقرب منه قوي بيعمل شكل مربعات صغيرة كده وبيعدي منه وللاسف بيتقطع لحتت حتت. وبعد ما بيموتوا كلهم بيكون تشاد فك الشفرة وفتح الباب بيكونوا زعلانين أو مرعوبين، لكن أليس بتقرر إنها تكمل اللي بدأوه، ومع إن تشاد بيكون خايف لكنه بيتشجع وبيروح. وفعلا بيوصلوا لمكان الملكة الحمراء وبتكون فعلا متجسدة بشكل بنت صغيرة وبتكون بتحذرهم من اللي بيعملوه، لكن تشاد بيكون عارف إن كل كلامها مزيف وإن كل همها إنهم ما يكتشفوش اللي بيحصل.
وبيكون مجسم البنت الصغيرة دي بتقول لهم ان انتوا هتموتوا كلكم هنا، لكنهم بيكملوا اللي بيعملوه عادي. وبنشوف ان في بوابات اتفتحت في المكان لما تشاد عمل الشفرة دي، وبيتجمعوا كلهم في مكان كده، وبتكون رين بتأمن المكان، وبيكون لسه مات متكلبش. وفجأة بتشوف رين بنت شكلها غلبانة كده ومشيتها مش طبيعية، فبتروح عليها علشان تساعدها، لكنها بتتفاجئ انها بتعضها في ايديها. لما بتبعدها عنها بتحاول تهجم عليها تاني. لما بيجي عليها زميلها ده بتقول له اخدت مني حتة الحيوانة، بيهددها انها تفضل مكانها، لكنها بتكون ولا سامعاه، فبيضربها طلقة تعجيزية في رجليها وبرضه مش بترجع، لحد ما بتفتح عليها راين الرشاش وبتغربل امها. وبيجي عليهم تشاد واليس على صوت ضرب النار، وبيعرفوا اللي حصل. ولما بيروحوا يشوفوا جثتها مش بيلاقوها مكانها، وبيبقوا مستغربين، وبيسمعوا صوت حاجة حديد جاية عليهم، وبيكون عدد كبير من الناس اللي شكلها مش طبيعي، حاجة كده زي الزومبي، وكلهم بيقربوا منهم. وبيكون مات بيحاول يفك الكلبشات اللي في ايده دي، وبتكون اليس مستعدة وباقي فريقها مستعدين لضرب النار عليهم، وبينزلوا فيهم طحن يا معلم، وبينفجر خزانات غاز وبتبقى مجزرة. بيكون في باب بيحاول تشاد يفتحه، ما هو الهندسة بقى، ولكن من التوتر ما بيعرفش يضرب كلمة السر صح مع انه عارفها، لحد ما بيفتحوا المساعد بتاعهم، ولكنه للاسف بيتسحب كده لجوه اوضه مليانه من الزومبي. وبالرغم من محاولتهم لانقاذه، لكنه بيودع الفيلم لحد هنا. اوعى تقول لي ان انت لسه ما عملتش لايك ولا شير ولا اشتركت في القناه. طب هتشوف الحلقات الجايه ازاي؟ طيب يا عم ماشي. المهم بيجي المشهد على مخلوق غريب كده ما تعرفش تحدد ده ايه بالظبط، وبيبقوا كلهم مستغربين من اللي شايفينه دول ايه بالظبط، وفين الجثث بتاعتهم وايه حقيقتهم. وبيكون الهندسه تشاد محبط، وبيقولوا انهم مش هيعرفوا يخرجوا من المكان ده. وبتوصل اليس لمكان كده وبتشوف سلك مقطوع كانه حاجه خرجت منه بالعافيه، وبتبص في اول الطرقه كده فبتلاقي ان في كلب واخد شكل الزومبي، فبيبص لها، وبنفهم ان ده واللي معاه اللي كانوا محبوسين في الاقفاص اللي شافتها من شويه. وفجاه بتهرب اليس من الكلب اللي بيجري وراها بسرعه، وبتقدر تدخل الاوضه دي وبتقفل على نفسها الباب. وهي جوه بيجي عليها الحارس ده اللي اتحول لزومبي، لكنها بتقدر تضربه، وبتكون مستغربه هي عملت كده ازاي. ولكن بسرعه بيكون الكلب كسر ازاز الاوضه اللي هي فيها ودخل لها، فبتهرب منها بسرعه وبتحبسه جوه الاوضه. ولما بتطلع بتلاقي قدامها شويه كلاب تانيين حلوين كده، فبتتخض اللحظه، لكن مفيش وقت للاندهاش يا حاجه. بتمسك المسدس اللي معاها بسرعه ومن غير ما تعرف ازاي ده حصل، كل طلقه بتجيب راس كلب منهم لحد ما بيتبقى كلب واحد بس، والطلقه خلصت. فبتعمل واحده دبل كيك كده على الجدار وبتظرفه في راس امه وبيقع ميت. وبنشوف مات اللي بيكون ماشي في المكان وبيدور على ورق، على ايه مش عارفين. المهم انه بيوصل لمكتب كان عليه كارت واحده اسمها ليزا، وفجاه بيشوفها وراه، فبيقوم على اساس يسلم عليها وكده، لكنها بتكون متحوله لزومبي وبتهجم عليه. ما بيكونش هاين عليه يعمل لها حاجه، لكن بتيجي اليس عليه فجاه وبتقدر تخلص عليها. وبيكون بالرغم من اللي حصل زعلان عليها، وبيعرفها ان هي اخته. وبيبدا يحكي لاليس ان الشركه دي كان فيها شغل كتير شمال، وانهم كانوا فاكرين نفسهم فوق القانون، واننا نقدر نخترق الخليه، ولكننا محتاجين لأدية ملموسه عشان نقدر نفضحهم قدام العالم. ونشوف اليس ومات اللي بينضموا لباقي المجموعه، وبيكونوا ماشيين في مكان كده ومش متاكدين ان كان صح ولا لا، وان تشاد متاكد ان دي الطريقه الصح الوحيده. وبيوصلوا لمركز الخليه مره تانية، وبتظهر لهم الملكه الحمراء اللي هو شبح البنت الصغيره اللي اتفقنا عليه. وبتكون بما انها ذكاء اصطناعي لما بيسالوها على حاجه بتجاوب فعلا، وبيبقوا عايزين يفهموا ايه اللي بيحصل ويخرجوا من هنا ازاي. وبتسالها راين ازاي تقتل الناس اللي بتهجم عليهم دي، فبتقول لهم تضربهم في الجزء العلوي في الراس يعني. وبتقول لهم انها مش هتسمح لاي حد مصاب انه يخرج من المبنى. فبتحذرها اليس في الاخر انها هتدمرها لو ما ساعدتهمش. وبيتحركوا كلهم لمكان ضلمه كده، وفجاه بيتمسك مات من مجموعه زومبي، ولكنهم بيقدروا يسحبوه تاني. وبتقف اليس في مكان كده، وبيجي عليها مجموعه كبيره من الزومبي، وبيكون في اولهم زميلها جي دي اللي اتحول. وبيكون الموقف صعب عليها لكنها بتخلص عليه. ولما بيروقوا بتقعد راين على الارض كده، وبتكون حاسه بتعب وهبطان. برضه تشاد بيكون محبط، وبيقولوا ان كلهم هيموتوا هنا، لكن اليس بتكون متشجعه وعندها امل لسه. وبيطلعوا على مواسير كده عشان يعدوا من مجموعه الزومبي اللي واقفين في النفق في طريقهم دول. وبتقع اليس على الارض، لكنها بتفضل تقاوم، وبمساعده باقي المجموعه بتقدر تطلع تاني. وبيتزنق تشاد في مكان لوحده كده بعيد عنهم، وبيقول لهم يمشوا ويسيبوه، وانه مفيش له امل انه يهرب المره دي. وبيكون رايح ينتحر، لكنه بيضرب الطلقه في الاخ اللي كان طالع عليه ده، وبيقرر انه هيحاول تاني، وبيهرب من فتحه كده كانت وراه، لكن باقي المجموعه مشت من طريق تاني. وبنروح لاليس ومات وجراي اللي مع راين، وبتكون بترجع وتعبها كل شويه بيزيد، وبيسمعوا صوت الكائن الغريب اللي كنا شفناه من شويه ده. وبتقف اليس كده وبتفتكر المكان قبل ما كل ده ما يحصل، وبتعرف ان في علاج للفيروس ده، وده اللي كان لونه ازرق. وبتكون متشجعه انها توصل له عشان تنقذ راين.
وبتدخل فعلا للمكان لكنها مش بتلاقيها مكانها، وبيجي المشهد على جراي اللي بيكون هو اللي عمل كل ده من الاول، وهو اللي كان رمى انبوب الفيروس على الارض، وبيكون بيهدد اليس بالمسدس كده، وبيعرض عليها انهم يقدروا يطلعوا من هنا مع بعض وهيبقى معاهم فلوس كتير قوي، وبتكون بتساله على علاج الفيروس عشان تلحق راين اللي بتموت، فبيقول لها في القطر. فجأة بتقوم بنت زومبي كده من وراه اللي هي كانت اخت مات، وهي ومات واقفين قدامه ما بيتكلموش لحد ما بتهجم عليه وبتعضه من رقبته، وفعلا بيحاولوا معاه محاولة لكنه بيقدر يهرب بالسلاح برضه عادي، وبيقفل عليهم الباب، وبيكون خايف من العضة اللي اتعضها، وبيكون رايح على القطر عشان ياخد علاج الفيروس عشان ما يتحولش. وفعلا بيوصلوا، لما بيجي ياخد الحقنة يشوف الكائن الغريب ده جاي عليه، ويشوفوه في الكاميرات وهو بيفترسه، وبيكونوا مرعوبين من الشيء ده، وبيكونوا بيتكلموا مع الملكة الحمراء اللي هي شبح البنت الصغيرة دي، وبيطلبوا منها شفرة الخروج لكنها بترفض علشان في معاهم حد مصاب، تقصد راين طبعا. بيكون الكائن الغريب ده واقف قدامهم، وبتقول لها الروبوت ان الازاز ده مش هيقعد كتير، وبتزعق فيها راين عشان تقتلها وتخلص، لكن في الاخر بتقرر اليس انها بدل ما تقتل راين بتضرب بالبلطه دي على الجهاز اللي بيشغل الذكاء الاصطناعي ده، ولما بتعمل كده بيتفتح لهم الباب، وبيكون تشاد الهندسه لسه عايش ابن القرده، وبيروحوا جري عليه، وقبل ما بيوصل لهم الكائن ده بيكونوا طلعوا وقفلوا الباب عليهم، وبيوصلوا فعلا للقطر عشان ياخدوا العلاج ويلحقوا راين، وبيروح على طول الهندسه تشاد لغرفه القياده عشان يمشي بالقطر من المكان ده، وفعلا بيتحرك بكامل سرعته، وبتاخد راين الحقنه، وبيعطوا حقنه كمان لتشاد لانه اتصاب، وفجاه بيلاقوا في تخبيط في القطر، نعرف ان الكائن الغريب ده جه وراهم ولسه بيهاجمهم، بيقدر يكسر الباب وبيسحب تشاد لبره، وبيدخل لهم، وبيكون بيحاول يسحب جراي بلسانه الطويل قوي ده، وبيكون في شبكه حديد كده مخرمه على الارض، فبتمسك اليس ماسوره حديد وبتضرب على لسانه على الشبكه الحديد دي، وبيكون كده مش قادر يتحرك ولا يعمل اي حاجه، وللاسف بتكون اليس اتحولت، وبتكون رايحه تهاجم مات لكنه بيضربها طلقه كده في راسها وبتموت وقتي، ولما بتقع بتضغط على الزرار كده في الجدار بيفتح باب ارضيه القطر اللي كان تحت الكائن اللي متعلق من لسانه ده، فبيقع على الارض وبيسحبوا القطر من لسانه لدرجه ان اليس بتبقى شايفاه قدامها وهو بيولع، وبيقفلوا الباب عليه، وبيوصلوا بالقطر للمكان ده، وبتكون اليس معاها الشنطه اللي فيها علاج الفيروس ومعاها مات بس، وبتكون أليس حاسة بالذنب علشان اللي ماتوا وما قدرتش تعمل لهم حاجة، لكن مات بيهون عليها وبيقول لها ان ده ذنب الشركة مش ذنبك، وبيقع فجأة على الأرض وبتقول له ان هو مصاب، لكن فجأة بيدخل عليهم ناس لابسين أقنعة وهدوم وقاية بيضة كده، وبتحاول تلحقه لكنهم بياخدوه لمكان كده وما بتقدرش تروح له، وتروح أليس في غيبوبة، ولما بتفوق بتلاقي نفسها في مكان ومتوصل في جسمها أسلاك وحاجات كتير، بتشيل كل حاجة وبتقوم، بيكون في كاميرات مراقبة كل حاجة برضه، وبتقدر تفتح الباب وبتخرج من المكان وتشوف ان البلد كلها متدمرة ومفيش أي حاجة طبيعية موجودة في الدنيا. وده معناه ايه يا صديقي؟ زي ما متعودين ان المخرج بيسيب لك النهاية مفتوحة تمهيدا للجزء الثاني، وانا كمان بوعدك ان السلسلة دي كلها هنعملها ان شاء الله بس مش ورا بعض عشان ما تزهقش مني يا صاحبي. ما تنساش بقى تقول لي رأيك في التعليقات، ولو في اي ملاحظات ولا اي حاجة فيدني بيها، ولو تمام اعمل لايك وما تنساش سبسكرايب بقى. يلا دعوة حلوة لاخواتنا وصلى على النبي محمد. سلام.